السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل سلق القلقاس. هنخزنه بطريقة جميلة قوي ويكون متوفر معاكي ان شاء الله في الصيف كله. يلا بينا نبتدي ونقول بسم الله. الطريقة هنشتري اي كمية احنا حابينها ومحتاجينها، طبعا كل واحدة بتبقى عارفة احتياجات بيتها خلال السنة وفي الصيف بالذات، لان الحاجات دي خضار شتوية مش بتكون متوفرة غير في الشتاء، وبتبقى خضرة وجميلة وكلها حاجات حلوة. القلقاس طبعا فوائده كتير، لازم كل الناس تاكله لان هو مفيد للمفاصل، للعظم، للوش وحاجات كتيرة. هنقول بسم الله. بنشيل العرق كله، شايفين انا بوصل بالعرق فين؟ لحد اخر الورقة، باخد الورق الاخضر فقط. العرق بيسيب زي فتل كده، مش بحب طعمها مهما تتضرب وتتخلط وتتفرم برضو بتفضل موجودة. انا بحب الطعم يبقى ناعم كده في البق ويبقى حلو. بجيب الكمية بتاعتي بعد ما بشيل العرق كله من اوله لاخره، برقده في مية بخل بشوية ملح، كذا مرة بغير له المية لحد ما المية تبقى نازلة صافية، وبعد كده بصفيه وبحطه في حلة من غير مية. دي ميته اللي انا كنت بوريها لكم، دي المية بتاعته يتسلق. بعد كده في الخلاط بقطع شوية كزبرة، برضو دي نسبة وتناسب مع اللي انتي بتحبيه، وانتي جايبه برضو كمية قد ايه. انا هنا كنت اخده ربطتين صغيرين، طحنتهم على قد الربطتين بتوع السلق. برضو غسلت الخضرة كويس قوي ونقعتها وقطعتها وضفت عليها السلق. بعد ما اتسلق بدون ميته، لازم تصفي المية الصفرة اللي بتبقى نازلة منه دي، لان دي هتساعدك ان هي ما تاخدش وقت تاني على النار، لان احنا لسه هنرده تاني على النار. لما بيبقى فيه مية بياخد وقت كبير على بال ما بينشف. احنا بنحاول ان احنا نصفيه، ناخد المية بس، وهو كده كده هيتخلط، متقلقيش الخلاط بتاعك مش هيتأثر بأي حاجة. هنخلطه كويس، وبعد كده في طاسة تكون طاسة يعني مش بيلزق فيها على الحاجة، هنجيب شوية توم من اللي احنا مفرزينه او التوم الفريش في شوية زيت، ونخليهم لونهم ذهبي فاتح، ما يتحرقوش عشان ما يديكيش طعم مر. بعد ما بياخدوا اللون الذهبي الفاتح بنفضل نقلب فيهم، ما تسيبوش عشان ما يتحرقش ويبقى فيه جزء منه شايفين انا بفتته ازاي، عشان ما يبقاش فيه جزء منه متحمر قوي ويوصل للون اللي احنا عايزينه، ولون تاني لسه فاتح ابيض وما استواش. هتبدأي تشمي في المرحلة دي الريحة الجميلة بتاعت التوم. احنا كده بنخلط السلق في الخلاط كويس جدا، وبعد كده بعد ما التوم بيوصل للمرحلة الذهبي الفاتح اللون الجميل، بنضيف عليه السلق. بنضيف عليه السلق يعني بنفضل نقلب فيه لحد ما المية بتاعته كلها تنشف. بتبقى ريحة البيت جميلة جميلة جميلة، بتفكرنا بأيام أهالينا وجداتنا وحبايبنا كمان الله يرحمهم جميعا، واللي عايش منهم ربنا يديله الصحة والعافية، لما كانوا في الشتاء يعملوا لنا القلقاس، ولما نبقى راجعين من المدارس يعملوا لنا القلقاس مع اللحمة مع شوية الرز بالشعرية. والله كلها ذكريات جميلة. الله يرحم الميتين ويبارك في صحة اللي عايشين. احنا هنا وصلنا باللون للدرجة الذهبي، بنضيف السلق اللي احنا ضربناه في الخلاط، وهنتنينا نقلب فيه لحد ما المية تنشف. بصوا الكمية بقت رفيعة، حاجات بسيطة جدا. العلبة اللي في ايدي دي يعني انا كنت شارية اليوم ده 5 6 حزمات، فبصوا وصلت في الاخر معانا قد ايه، يعني حاجات بسيطة قوي بس دي مركزة، يعني تاخدي منها المعلقة تبقى لونها حلو قوي وتديكي التست اللي انت حباه. هناخدوا الكمية بتاعتنا اللي احنا نشفناها من المية وحمصناها ونشيلها بقى. في ناس بتحب تشيلها في اكياس، انا ما كانش متوفر عندي في الوقت ده فشلتها في العلب الصغيرة. انا طبعا لسه دي مش اول تفريزاتي، ان شاء الله لسه في حاجات تانية كتير هعملها معاكم وانزلها لكم، وباذن الله تبقى سنة سعيدة علينا يا رب، وربنا يخلي كل ايامنا وايامكم جميلة، ويرزقنا فيها البركة ويرزقنا فيها السعادة، وينول كل حد اي حاجة هو بيحبها.
ربنا يوفق الناس اللي بتذاكر وبتمتحن وبتدرس، وربنا يوفقنا جميعا يا رب. مع السلامة.